مساكم معطر بذكر الرحمن. حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا ان شاء الله. تسمي بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. تعالوا بقى ايه احنا عملنا مع بعض قبل العيد الممبار من اول تنظيفه من بره وقلبه وتنظيفه من جوه وغسيله. عملته معاكم في فيديو لوحده وقلت لكم ان شاء الله هتشوفوا الخلطة بتاعته شكلها ايه. انا اتأخرت عليكم شوية بس هو كان معمول الفيديو اصلا، بس هو راح من بالي خالص مع كم الفيديوهات اللي عندي، فمعلش اتأخرت عليكم شوية. يلا بقى بينا على مطبخنا بقى ونشوف خلطة الممبار بتبقى ازاي. ده مش محشي، احنا ملناش دعوة بخلطة المحشي تماما. المحشي حاجة والممبار حاجة تانية وخلطته حاجة تانية خالص. انا طبعا كنت غاسلة الرز على بيد ونشفته، ما يبقاش فيه ولا نقطة مية، نشف تماما. كنت انا عاملة بصل كتير في قلب الكبة، خدت منه جزء ونزلته على الرز. وعندي الخضرة بتاعته بقدونس فقط، واللي عنده عودين كزبرة يحطهم، مش حزمة، عودين كزبرة. اللي ما عندوش يحط كزبرة ناشفة زي ما انا هحط بالظبط. يعني لا في شبت ولا في حزمة كزبرة زي المحشي. وادي بشر 3 طماطميات، ومعايا كيس صلصة طماطم صغير، زي معلقتين صلصة كبار يعني، بس هيدوا لون للرز. يعني هو ده بس اللي هتحطيه؟ لا طبعا، انتوا هتشوفوا دلوقتي كمية القوطة اللي هتحط له. قوطة متقطعة صغير، دي حلاوة الممبار. انتوا لو واقفين معايا في قلب المطبخ كنتوا هتشموا ريحة الخلطة ديت، تعرفوا انك بتعملي ممبار على طول من غير ما حد يتكلم. يعني دي غير المحشي خالص يا جماعة. والله يا حبايبي لو دقتوه بالطريقة ديت عمركم ما هتنسوه أبدا. في ناس كتير جدا بتعمله زيه زي المحشي، بس بصراحة ده ليه طعم وده طعم تاني خالص. اللي هيجربه هيدعي لي دعوة حلوة إن شاء الله بإذن الله. بصوا بقى الطماطم معايا قد إيه، يمكن قد كمية الرز مرة ونص كمان. دي اللي يعني بتخليه جميل 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 جدا جدا جدا، وطعمه رائع وبيبقى طري. مش قادرة اقول لكم طري قد ايه، على قد ما بيبقى مفلفل من جوه وحلو، بس بيبقى الممبارية نفسها طرية. وانا طبعا سايبة الدهون بتاعة الممبار معظمها جواها، وانا قايله لكم كده في فيديو الممبار، لان هو ده سر طراوة الممبار وسر طريانه. زي ما بنحط كده حتة ليا على اللحمة المشوية بالظبط، هي اللي بتخليها طرية معانا كده وجميلة. والطماطم دي بتسكر طعم الخلطة الجميلة ديت، الطماطم النية دي. اهو انا بحط كزبرة اهو دلوقتي ناشفة عشان ما كانش عندي العودين الكزبرة الاخضر، فحطيت كزبرة ناشفة. وهبتدي احط بقى عندي البهارات العادية جدا اللي بنحطها. هحط فلفل اسمر، هحط ملح، هنحط كمون، هنحط بهارات مشكلة عادية، يعني كأني بحط بهارات المحشي بالظبط. بس ده كله ني في ني. بشر طماطميتين كبار أو 3، ومعلقتين صلصة طماطم، والقوطة المتقطعة ديت هو ده الممبار الحقيقي. والخضرة بقدونس بس يا جماعة، والله العظيم هتلاقوا طعم تاني خالص للممبار. يعني دي طريقتي أنا وطريقة أمي وطريقة جدتي، الله يرحمهم هما الاتنين، ويرحمنا أحياء وأموات يا رب. هتلاقوا ليه طعم مختلف خالص عن أي ممبار أنت تاكليه، أو ممبار اتعمل بخلطة محشي عادية متسبكة والرز مغمق والكلام ده. لا لا، ده طعم وده طعم تاني خالص. بتعرفيها من ريحتها، يعني اللي هيشم الريحة وحد واقف جنبي دلوقتي هيشم الريحة يقولك أنت بتعملي ممبار، لأن دي ريحة ممبار فعلا. جميلة جدا، ريحته جميلة ورائعة. في ناس بتعمل والله المحشي كده كمان، بس طبعا بتزود الخضرة، طبعا بتحط خضرة المحشي العادية. عندي بقى هزود ايه، هحط حوالي 6 معالق زيت كفاية، او 6 المعالق الزيت دول كبار كده، هم دول كفاية حلوين، لان انا سايبة دهون في الممبار دي كلها هتسيح معايا وهتخلي الرز مفلفل وجميل وطري هو والممبار.
وهتشوفوا طريقة حشوه دلوقتي، وازاي ما يخرجش رزاية واحدة في قلب مية الممبار، ولا رزاية خرجت منه، ولا واحدة منه فرقعت في قلب المية. بس للأسف أنا لما جيت أنشله من المية كان النور قطع علينا وكنا بنسحر ساعتها، فبقيت ملخومة في السحور، وقلت مش هعرف أصور وأنا بسحر كده يعني خلاص ده الفجر قرب هيدن. فلحقت السحور بالعافية بصراحة، فسامحوني إن اللقطة ديت ما جاتش خالص معايا، ما اتصورتش بصراحة، لأن فعلا كان النور قطع فجأة. هو أي نعم ما غابش، هو قعد زي ربع ساعة كده أو تلت ساعة وجه على طول، بس ما لحقتش أصوره وأنا بنشيله، ما كنتش أقدر أسيبه في قلب المية أكتر من كده. بس آخر حاجة بحطها هي الشطة بقى، للي ما عندوش أطفال. اللي عنده أطفال يحجز حبة من الخلطة دي في قلب طبق صغير، عشان الأطفال الصغيرة ما تتحرمش منه، لأن الكبار كلهم بيحبوه مشطشط. فاحجزوا حبة من الخلطة صغيرين، واحشوا بيهم كام واحدة للأطفال الموجودين، ويستووا في حلة صغيرة لوحدها. أنا كتير عملته قبل كده في الفرن، يعني ما سويتوش بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها بيها معايا دلوقتي، لا كنت رصيته في قلب صينية وحطيته في قلب غليت له ميه، ولعت الفرن وحطيته في قلب الصينيه، والميه على قد الرز بالظبط، سوى الرز بالظبط، ولفيته بالفويل وحطيته. هم يا دوب ربع ساعه بالظبط، وبكشف عليه وبشوفه، مجرد ما الممبار طري خلاص باخده من الصينيه وهو بيبقى شرب. بس ده بيشرب دهونه كلها بقى، يعني بيبقى عايز اللي صحته ما شاء الله عليه جميله كده وتقدر تهضم الدهون كلها اللي بيستوي في الفرن. بس الطعم بتاعه بيبقى خرافة بصراحة، طعمه رائع رائع رائع. بصوا بقى الممبار وطريقة حشو بقى، أنا مقطعاه طبعا صغير زي ما أنا قطعته معاكم في الفيديو بتاع الممبار، ولازم ينضف من بره عشان يطلع لك نظيف زي الفل، معلهوش ولا رزاية من بره، ولا رزاية خرجت منه، ولا واحدة فرقعت. وطريقة سويه سهلة جدا جدا جدا. المهم ان ميته تغلي في قلبها حبة حبهان وورق لورا، بس مش اكتر من كده. وهتسقطيه مجرد ما المية تغلي وتكون الحلة واسعة عليه. وفي نفس الوقت اول ما يغلي معاكي يا ريت الحلة ما تتقفلش، عشان عينك ما تغيبش عليه ولا حاجة منه تفرقع. ويا دوب هم ربع ساعة، وتروحي تجيبي الشوكة كده وتتكي على واحدة منه، تطلعيها تبص تلاقيها طريت من بره، خلاص استوى الممبار، يبقى الرز استوى من جوه. خلاص تنشليه على طول في ساعتها، تطلعيه على طول بمقصوصة كبيرة كده، وتحطيه في مصفى في أي حاجة عندك، وتسيبيه لما يبرد تماما، وتبتدي تحمري بقى. عايزة تحمريه في الزيت حمري، عايزة تدهنيه زيت وتدخليه تحت الشواية هيديكي نفس النتيجة على فكرة، مش هيقول لأ، بس بياخد زيت أقل. بس هو الأحلى بصراحة بصراحة يعني اللي هو بيتقلى في الزيت. بشكر كل اللي بيدخلوا لي والله وكتبوا لي تعليقات جميلة على الآيس كريم. أنا مبسوط، أنا فرحانة جدا والله العظيم، مبسوطة إن الآيس كريم عجب الناس. ويا رب كل فيديوهاتي تعجبكم، وكل اللي عندي دايما يفضلوا معايا يا رب، ما يفرقونيش ولا لحظة لغاية آخر لحظة في حياتي إن شاء الله. ودايما قنواتكم يا رب تكبر وتعلى، وتكونوا من القنوات المشهورة المليونية بإذن الله. أشوفكم جميعا إن شاء الله. بشكركم على كلامكم الجميل، وبشكر كل المشتركين الجدد اللي دخلوا عندي، برحب بيهم وبقول لهم أهلا بيكم في قناة المسك. نورتوا قناة المسك، ويا رب تزيدوا وتكتروا أكتر من كده بكتير إن شاء الله، وتنوروني دايما يا حبايب قلبي. بصوا انا اضافها ازاي من بره بقى، بصوا انا مبططاها خالص ازاي، عشان الرز ياخد راحته في السوي، لا يتكربس جوه الممبرايه، ولا يخليها تفرقع، ولا اي حاجه. لا لا، هيطلع مظبوط ظابطه تمام. انتوا هتحسوا كمان وانتوا بتشوفوه بعد ما يتقلى، تحس انه مكشكش خفيف كده، يعني واسع، كان يقدر ياخد اكتر من كده. بصوا انا حشيته اهو، بصوا كله زي بعضه، واخد راحته جدا جوه الرز، وهيستوي في منتهى البساطة، ولا بخيط ممبار ولا أي حاجة. هو بيقفل روحه بروحه أول ما بينزل المية المغلية. أدي المية المغلية بتاعتي أهيت، حلة كبيرة وحلوة، فيها ورق لورا وفيها حبهان، بس مش أكتر من كده، ما بحطش حاجة تاني. بس هو أول ما بينزل المية المغلية بيقفل روحه، بيقفل على الرز على طول، ولا رزاية هتخرج.
ولا اي حاجه منه هتخرج خالص. يا دوب ربع ساعه سيبيه بس الحله طالما هو بيغلي. لو لقيتيه مش بيغلي اول ما حطيتيه، واربي الحله عليه شويه. اول ما يغلي تروحي فاتحه عليه وسايباه، هيستوي هو في اقل من ربع ساعه ان شاء الله، لان هو ممبار صغير. طالما ما هوش واسع قوي تعرفي ان هو ممبار صغير بتاع عجول صغيره، يعني مش هياخد سوي. انما لو حاجه واسعه قوي وكبيره وبتاخد رز كتير تعرفي انه هياخد سوا معاكي شويه. فكل شويه تكشفي عليه وتشوفيه بالشوكه، مجرد ما الشوكه دخلت فيه بسهوله اطفي على طول وطلعيه، تعرفي ان الرز استوى خلاص. كده يطلع معاكي سليم 100% مفهوش ولا غلطة، ويطلع في منتهى الجمال. بس للأسف بعد ما اتحمر أنا نسيت أقطع لكم واحدة وأوريها لكم شكلها إيه من جوه. إن شاء الله المرة الجاية إذا عشت إن شاء الله هوريه لكم، وأعمله لكم كمان في الفرن إن شاء الله. يا رب يكون عجبكم الفيديو وعجبتكم طريقة الممبار، وأشوفكم على خير وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.